سلام، مرحبا بكم في القناة مع وصفة جديدة. اليوم درت لي سوفلي ما راكم تشوفوا هشوشين وبطريقة سهلة، يعني ثم تخلصيهم كامل. نحبوا لي سوفلي مي الخدمة تاعهم شوية تدي اليد وتدي الوقت. لهنا عندي كاس حليب دافي. نروحوا للوصفة مباشرة، وما تنساوش بعد ما تفرجوا الفيديو ديروا اشتراك للقناة تفعلوا الجرس، ونحتاج تعليقات إيجابية منكم. ومرحبا بالزائرين الجدد. نكملوا الوصفة كما قلت لكم. عندنا كاس حليب دافي، عندي ربع كاس زيت، عندي لهنايا نصف ملعقة كبيرة تاع السكر، وعندي لهنا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز تكون ممسوحة. وهذه الوصفة نستعملها في المعجنات كامل، تجيه شوشة روعة، يعني جربوها، وصفة ناجحة 100%. ونستعمل فيها بيضة واحدة، نديرو بياض البيض في العجينة، وصفار البيض نخلوه للدهن على الوجه. على بالكم باللي البيض غالي. وهذه الكمية تحط لكم يعني كيما شفتوا حوالي 12 وحدة. نخلط هنا بلا فوي هكذا باش يتجانسوا المكونات مع بعضهم. نبدا نحط هنا في الفرينه بالتدريج باش نتحصلوا على عجينه طريه، يعني ما تعودش متماسكه، باش ما تجيكش يابسه. احنا نحتاجوها تكون خفيفه هكذا. ما ننساوش الملح ثاني، مغرف صغيره معمره تاع ملح كيما شفتوها. المقادير هذه مضبوطه. نخلطوا لهنايا ونبدا نضيف الفرينه بشويه كيما قلت لكم حتى نتحصلوا لهذه العجينه. لهنا نستعمل يدي، نحي لافوي، نستعمل يدي. وبعد ما نلم العجينه ما نعجنش، نلمها غير هكذا برك بيدي، ونحطوها جانبا باش تتخمر. لهنا هذه هي العجينه بعد ما شفتوا كيفاش طاريه. راح نغطيها لهنايا بالبابي اليمونتير، ونحطها حدا الشوفاج ولا في مكان دافئ باش تطلع ليه حوالي ساعة. ولا المهم كي تشوفي الحجم تاعها ضاعف ابداي خدمي بيها. لهنا بعد ما ضاعف حجم العجينة كما راكم تشوفوا، راح نبدا لهنايا شوية هكذا تتلاصق، يعني ما تكونش تتلاصق بزاف وما تكونش يابسة بزاف، ما بين. نبدا لهنايا نديرها كويرات. انا لهنا راح نديرها بهذو المول، يجوا شوي صغار ولا حبيتيهم كبار. والحشو اختياري واش تحبي حطي فيها. انا كان عندي سكالوب، فورماج، بطاطا، اي حاجه تحبيها نتيا. كاين يديروها باللحم مرحي، يعني على حسب امكانياتك. راح نلوزهم لهنايا ونحطهم يرتاحوا شويه، ونوجد الحشو. يعني ما بين توجدي الحشو يكونوا ارتاحوا، لانه لازم يرتاحوا، لانه لازم نحلهم. وكما تعرفوا كي تحطوا العجينه، كي تبداو في العجين مباشره بلا ما تخلوه يرتاح، يعني تتحليه هو يولي لك. لازم دائما تخليه يرتاح على الاقل 5 دقائق. لهنا كما راكم تشوفوا قسمتها على 11. نحط نغطيهم. درت لهنايا كما قلت لكم شوي سكالوب، لهنايا طماطم عادي ربيتها وقليتها بالثوم. عندي الجبن لازم. عندي لهنا شويه تاع سكالوب، درت له فلفل اكحل وملح وشويه ثوم. وعندي لهنايا بطاطا مقليه. تحبوا الا ما عندكش سكالوب بزاف كثري البطاطا المقليه. راح نبداو لهنايا البنات يشرو هذا اللي نخدم فوقه، نحل فوقه العجين ما يلصقش، يعني ما تحتاجيش ديري الفرينه. روعه هذا السيليكون، الغطاء هذا تاع السيليكون. وراح نخدمهم هذه سهله، يعني ما تديش الوقت، غير تحلي العجينه وتحطيها هكذا وتعمري. يعني قبل كنا نحلو بالفرينه وتقيسي بالطبسي باش يجوا كامل متساويين. لهنا لا، بهذا الجلد يعني روعه، ما ديري لا فرينه لا والو. دهنت غير هذا الحلال بشويه تاع زيت كما راكم تشوفوا. بديت لهنا نحل فيهم وما تلصقش، رغم انها يعني خفيفه العجينه وتتلاصق. يعني اشروه الى لقيتوه اشروه. كاين احجام كبيره وكاين هذا الحجم الصغير، انا شريت منهم زوج نستخدمهم في الحلوى، في العجين، في كلش، ما في الرخسيس ثاني روعه.
راح نحط لهذه العجينة لهنا فوق هذه الطابع، ونحاول هكذا نحلها نلصقها هكذا في الجوانب. كما قلت لكم يعني هذه الطريقة سهلة، ما تتطلبش الوقت بزاف والقياسات والموس، لا موس لا حتى شيء. لصقها هكذا في الجوانب ونحط الحشو هكذا. شتو كيفاش يعني ساهله. اشتروا هذا القالب مليح، وعنده ثاني مول تاعو صغير يديروا به سمبوسك. مره اخرى نجرب لكم هذيك الوصفه. ولا يديروا به بريوات تاع الدجاج، بالدجاج تحشيه من داخل بالجبن وتقليهم. لهنا حطيت الحشو وراح نغلق وتتنح معايا بكل سهوله. ولا كانت تلصق دهنيها بشوي زيت ولا بشوي فرينه، لانه كي كانت جديده كانت تلصق. خدمت بها شحال من مره. شوفوا لهنا كيفاش جات روعه. والعجينه بقات طريه، يعني ما زدت لها لا فرينه لا حتى شيء كما راكم تشوفوا. وجاو روعه يعني هايلين. نتمنى انكم تجربوهم يعني بالفعل. ما تنسيش تدهني البلا باش ما يلصقولكش. راح نكمل كامل نكمل الخدمه تاعي كامل. نزيد لكم لهنايا واحده نحلها غير شويه هكذا باك بالحلال، ونحطها في هذاك المول. وما ديريهاش رقيقه يعني بزاف، حتى يعني ما تلقيش تاكلي فيها، مش خشينه بزاف كما راكم تشوفوا هكذا. ويعني قبل كي كنت نخدمها بالطبسي ولا بغطاء تاع اي حاجه، كانت تبقى العجينه وتبقي تعاودي فيها وهي تبقى تولد، يعني ما تخلصش. مي هذا المول يعني روعه، ما يخليلكش لا بقايا العجين، ما تعاودي ما حتى شيء. هنا راني وريت لكم واحده اخرى كيش نخدمها. يعني سهله ماهله، ما تديش الوقت. اشتروا يعني هذو الحوايج اللي يساعدوك سيرتو في رمضان وخدامين واللي عندهم الاولاد ما تلقاش الوقت. ونحبوا لحنا نحبوا لنا هذو المعجنات في رمضان، نديرهم غير في رمضان مع شوربه فريك. حتى اذا خرج لك هكذا شويه زوائد بانوش، لانها تجي مطراسيه ها كيما راكم تشوفوا. وتغلق مليح احسن من الفرشيطه. كان يغلقوا بالفرشيطه، كنت قبل نغلقهم بالفرشيطه وندير في الجوانب شويه ماء زعما باش يتغلقوا مليح. مي بهذا المول يعني يتغلقوا من المره الاولى. بعد ما خلصت زيد خليهم يرتاحوا شويه باش يطلعوا. وبعد ما يطلع، بعد ما يرتاحوا شويه واحد نص ساعه هكذا، ندهنهم بالبيض ونرش عليهم جنجلانيه، ولا تزينين بالزيتون ولا فرماج ربي كيما تحبين نتيا. الشي اللي متوفر، انا كانت متوفره عندي غير جنجلانيه. وما بين هنايا ندهنهم الفور. هنا ما زدت ما شعلت، نخليهم يرتاحوا هكذا شويه. مادام يسخن الفور نشعل عليهم من تحت، كي يطيبوا من تحت نزيد نشعل عليهم من فوق، وهكذا يكونوا واجدين. خلتهم في واحد البلاص صغير. لهنايا خلصتهم، راح نغطيهم يزيدوا يرتاحوا شويه. وسخن الفور، لازم تسخني الفور في هذو المعجنات. شعل ثاني المروحه. لهنا هذا الشكل النهائي تاعهم. شوفوا كيفاش جاو هشوشين، جاو روعه، يجوا معمرين. راح نفتح لكم لهنا واحده تشوفوها، ما يجوا معجنين ما يجوا حتى شيء. شوفوا كيفاش جاو روعه. نتمنى انكم تجربوهم. والحشو يبقى اختياري، انا ما حشيتهمش بزاف، هذا اللي متوفر عندي. الا كان عندك متوفر لحم مرحي، سكالوب، اي حاجه تقدري تحشي بها. وما تنساوش حبيباتي الاشتراك في القناه.